بسبب تحليل المخدرات المفاجئ ممكن تفقد وظيفتك في لحظة، وده مش بسبب تقصير أو غياب أو حتى تأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قانون رقم 73 لسنة 2021 المعروف باسم قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، واللي هدفه الأساسي تطهير الجهاز الإداري للدولة من أي موظف بيتعاطى مخدرات. هنفهم مع بعض أهم مواد القانون ده بلغة بسيطة وسهلة يفهمها كل الناس. في البداية خلينا نعرف الأول مين المعنيين والمخاطبين بالقانون ده. القانون ده مش خاص بالموظفين في جهة حكومية معينة، هو قانون شامل ويسري ويطبق على كل من: واحد، موظفي الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية. اتنين، موظفين الإدارة المحلية. تلاتة، موظفين شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى موظفي الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة زي الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس. ومش بس كده، القانون ده بيتم تطبيقه ويتم إجراء تحليل مفاجئ لأي حد مرشح لوظيفة جديدة، أو يتم نقله من كادر وظيفي لكادر وظيفي آخر أو ترقية أو أيا كان. يعني بيتم تطبيقه في كل الحالات الوظيفية، سواء كانت الحالة هي التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة. يعني سواء موظف حالي أو متقدم أو مرشح لشغل وظيفة، لازم تكون خالي من المواد المخدرة تماما. وده بياخدنا للنقطة الثانية، وهي إزاي يتم إجراء التحليل المفاجئ بناء على القانون. أجاز القانون للجهات المختصة إجراء تحليل المخدرات بصورة مفاجئة دون إخطار مسبق، وغالبا ما بيتم تطبيق ذلك عمليا داخل مقر العمل أثناء ساعات العمل لتحقيق عنصر المفاجأة. وهنا في نقطة مهمة جدا. طيب لو رفض الموظف التحليل أو تهرب، القانون هنا بيعتبرك متعاطي ويتم إنهاء خدمتك وفصلك طوعا. طيب التحليل والآثار القانونية المترتبة عليه. بص، لو التحليل طلع إيجابي بيحصل الآتي: أول إجراء كده بسم الله الرحمن الرحيم، بيتم الوقف عن العمل للموظف لمدة 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل النهائي أيهما أقرب. وكمان بيتم وقف صرف نص المرتب الخاص بالموظف ده اللي طلع التحليل بتاعه إيجابي، وبيتم عمل تحليل آخر نهائي. ولو ثبت نتيجة التحليل التكميلي أو التوكيدي أو النهائي إن النتيجة دي ظهرت إيجابية، وقتها من حق الموظف في اللحظة ديت اللي هي وقت إعلان النتيجة بتاع التحليل أو خلال 24 ساعة يطلب الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي. لو الطب الشرعي قال النتيجة للفحص دي إيجابية، خلاص كده الموضوع انتهى. بيتم وقف الموظف عن العمل وإنهاء خدمته بقوة القانون وبشكل نهائي. لا في بقى لجان تأديب أو تحذير أو أي حاجة، أي شكل من أشكال العقوبة. إنهاء الخدمة فوري وبقوة القانون بمجرد ثبوت التحليل للموظف إنه يكون تحليل إيجابي، أو ثبت من خلال التحاليل إن هو متعاطي المخدرات. طيب النقطة اللي بعد كده هنتكلم في العقوبة الجنائية على المتسترين والمزورين. القانون في النقطة ديت بالذات وضع عقوبات كبيرة لأي حد بيتستر أو بيزور التحاليل المذكورة بالقانون وفقا للآتي: أول عقوبة بتكون الحبس والغرامة من 100,000 جنيه حتى 200,000 جنيه، ده لو حد أو جهة سمحت متعمدة لأي موظف متعاطي بشغل وظيفة من اللي ذكرناها لحضراتكم في أول الفيديو، لأن هنا ده يعتبر تسطر. أما العقوبة الأشد بتكون السجن لأي موظف يزور نتيجة التحليل أو يغش نتيجة التحليل كما وردت بالقانون نصا. وفي النهاية، قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات مش قانون عقابي فقط، هو قانون وقائي حاسم لأي موظف مستهتر بيتعاطى المخدرات. والقانون ده بيحمي الناس من الخطر اللي ممكن يسببه موظف متعاطي، سواء في مدرسة أو مستشفى أو حتى سواء على الطريق أو أي جهة حكومية أخرى. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك فيديوهاتنا أول بأول. تحياتي لحضراتكم، في أمان الله.